الناس اللي بتعتمد على البار بروتين عشان تكمل احتياجها من البروتين، البار بروتين ده ممكن يخليك تتخن مش تخس. مش اي حاجه تشوفها مكتوب عليها بروتين تكون صحيه. خلينا ابسطها لك. في البار بروتين بيكون شكله من بره انت عارف عامل شبه فيتنس، اللي هو بيحسسك ان البار بروتين ده مش لاي حد، للشخص بس اللي بيروح الجيم او اللي بيعمل اي رياضه ايا كان. لكن في الحقيقه ممكن يكون جواه بلاوي، ممكن يكون جواه سكر عالي او دهون كتير وسعرات ممكن توصل للشوكولاته العاديه. يعني انت فاكر نفسك انك بتعمل دايت وملتزم، لكن انت بتاكل حاجة حلوة بس بشكل شيك شوية. تخيل ان يكون في شوكولاتة مكتوب عليها من بره بار بروتين، والبروتين حوالي 10 جرام بس، والسعرات من 200 ل 250 سعر حراري. وبكام بقى؟ بقول مثلا ب 40 جنيه. احنا مش بنتكلم على السعر، مش بنتكلم على الفلوس، ايا كان سعرها كام. طب ما هو من ال 40 جنيه دول ممكن تجيب بقى بيض. نص كرتون بيض دلوقتي بكام؟ 60 جنيه تقريبا. نص الكرتونه فيها 90 جرام بروتين. انت متخيل الفرق؟ انت بس احسبها صح. وكمان يا ريته بيشبع، ده مش بيشبعك ومضيع سعراتك على الفاضي. طب انت بقى لو اتزنقت ومش لاقي حاجه تاكلها، كل بار بروتين، بس اهم حاجه تركز على الثلاث حاجات دول. اول حاجه هو البروتين، على الاقل اول بروتين يكون فيه من 15 ل 20 جرام. تاني حاجة تركز عليها الشجر، لازم يكون مكتوب له شجر، السكر ما يكونش عالي، وتكون حاسبه من ضمن سعراتك الحرارية ومن ضمن الماكروز. مع انه والله الوقت بقى بيضربوا القيم الغذائية اصلا. لازم تحلل اي حاجة بتاكلها عشان ما فيش حاجة مضمونة اصلا. اهم حاجة تكمل احتياجك من الاكل الطبيعي، وحتى الاكل الطبيعي بقى بيتضرب حتى. ربنا يستر علينا والله. حتى لو الاكل الطبيعي برضه بيتضرب، سواء بقى فراخ بتاخد هرمونات ايا كان الحاجة اللي هم بيضربوها، بس برضه يفضل اهم مصدر هو المصدر الطبيعي. اللي انا عايز اوصله لك، مش كل حاجه بتشوف عليها اسم بروتين تكون صحيه. لازم الاول بتشوف انت بتدخل جسمك ايه، فعلا الحاجه اللي انت بتدخلها دي هتفيدك ولا لا، وعارف انا باكل ايه وحاجه هتفيدني، خلاص يا باشا. بس اهم حاجه هتفيد جسمي وهتفيد صحتي في المستقبل. لو استفدت من الفيديو بقى ما تنساش تدعيلي، ما تنساش تعمل فولو عشان اللي جاي يفيدك اكتر.